اليوم وبشكل مفاجئ سكيتيوي قدم الاستقالة ديالو من تدريب المنتخب المغربي الأولمبي. وهذا القرار ماشي عادي، حيت جا في واحد اللحظة اللي هي حساسة بزاف، وبزاف ديال المغاربة تفاجئوا بهذا القرار. اشنو وقع بالضبط؟ خليكم معايا حتى لاخر الفيديو. حسب المعطيات سكيتيوي كان قريب بزاف باش ياخد بلاصة المدرب وهبي المنتخب الأول، يعني يخلف وليد القراقي. ولكن فجأة كلشي تبدل. الجامعة قررت تعطي المهمة لمحمد وهبي، وهذا القرار قلب الطاولة. السؤال الكبير علاش؟ واش المشكل في الشروط؟ واش كاين شي خلافات داخلية؟ ولا كاين شي حسابات أخرى ما بيناش للعلم؟ اللي كيزيد يعقد الامور هو ان سكيتوي كان عنده يعني واحد المسار زوين ونتائج محترمه مع المنتخبات اللي درب. الطلبات ديالو كانت بسيطه حسب المصادر قريبه. واش هادي غير استقاله ولا رساله للجامعه؟ كاينين اللي كيشوفوا ان هاد الاستقاله ديالو هي موقف واضح، اما الثقه الكامله او الانسحاب بكرامه. وكاينين اللي كيقولوا ان هذه غير بدايه ديال مرحله جديده في المسيره ديالو، ويمكن نشوفوه قريب فريق كبير وحتى تجربه خارج المغرب. بالنسبه للجمهور المغربي راه منقسم، كاين اللي متفهم القرار ديال الجامعه، وكاين اللي كيشوف ان سكيتوي مظلوم. واش في نظركم الجامعه دارت قرار صحيح ولا كان خاصها تعطي الفرصه للسكيتوي؟ كتبوا لي الرأي تاعكم في الكومنتات، وما تنساوش اللايك والسبسكرايب باش توصلكم آخر الأخبار. والسلام عليكم.